كان يا مكان. كانت الأميرة رابونزيل، الفتاة ذات الشعر الطويل والذهبي، تعيش في قلعة على تلة عالية في مملكة بعيدة. كانت حياتها محاطة بالأسوار والقيود، حيث كانت تحظر عليها مغادرة القلعة بسبب مخاوف والديها من العالم الخارجي. ومع ذلك، كانت رابونزيل تشعر بالحماس والفضول لاستكشاف العالم حولها، فكان لديها رغبة ملحة في التجول ورؤية المغامرات التي تنتظرها. وفي يوم من الأيام، اكتشفت خريطة غامضة في أحد خزائن القلعة تشير إلى جزيرة سرية مجهولة مملوءة بالأميرات المفقودة. لم تتردد الأميرة رابونزيل لحظة في اتخاذ القرار بالسفر إلى الجزيرة المجهولة، لكن قبل ذلك استأذنت والدها الذي وافق على المغامرة بشرط ذهاب الحراس معها. أخفت الخريطة في حقيبتها واستعدت للمغامرة. قامت بإخفاء شعرها الطويل تحت غطاء رأس، وارتدت ملابس بسيطة لتتناسب مع الظروف الجديدة التي تنتظرها. بعد رحلة بحرية طويلة، وصلت رابونزيل إلى الجزيرة الغامضة. وكما هو مبين في الخريطة، وجدت الجزيرة مكاناً خلاباً مليئاً بالغابات الكثيفة والشلالات الجميلة. لكنها سرعان ما اكتشفت أن الجزيرة كانت مكاناً مهجوراً ومظلماً، حيث كانت الأميرات المفقودة محتجزات في قصور قديمة مهجورة. واجهت رابونزيل تحديات عديدة أثناء محاولتها لإنقاذ الأميرات المفقودة. كانت القصور مليئة بالألغاز والفخاخ الخطيرة، لكنها استخدمت ذكاءها وشجاعتها للتغلب على التحديات وإنقاذ الأميرات الأخريات. بينما كانت تتقدم في رحلتها، اكتشفت رابونزيل أن سر الجزيرة كان يكمن في ساحرة شريرة تسمى مالفينا. كانت مالفينا تحتفظ بقوى غامضة تجعلها قادرة على احتجاز الأميرات والسيطرة على الجزيرة. لكن رابونزيل لم تفقد الأمل، وقررت أن تتصدى لمالفينا مع الحراس وتكشف عن سر الجزيرة. استخدمت رابونزيل مهاراتها في حل الألغاز والشجاعة لمواجهة مالفينا، وبعد مواجهة شرسة نجحت رابونزيل في هزيمتها وتحرير الأميرات المفقودة. احتفلت رابونزيل والأميرات المنقذات بالنجاح والحرية، وقررت رابونزيل أن تستخدم القوى المهارات التي اكتسبتها من التحديات التي واجهتها لمساعدة الآخرين وتحقيق العدالة في المملكة. عادت رابونزيل إلى قلعتها مع الأميرات المفقودة، وأصبحت قصتها وقصص الأميرات الأخريات محط إعجاب الناس. أصبحت رابونزيل رمزاً للشجاعة والتغلب على الصعاب، وحكايتها انتشرت في جميع أنحاء المملكة. وبعد ذلك قامت رابونزيل بتأسيس مدرسة خاصة لتعليم الفتيات الشابات مهارات القيادة والتفكير والدفاع عن النفس والشجاعة. أصبحت الأميرة رابونزيل رمزاً للأمل والتغيير في المملكة، وتأثرت العديد من الفتيات بقصتها وعزمها على تحقيق العدالة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. وهكذا استمرت رابونزيل في رحلتها المليئة بالمغامرات والتحديات، وأصبحت أسطورة حية تلهم الناس بقوتها وشجاعتها. وبفضل سعيها الدؤوب تم تحقيق العدالة والسلام في المملكة، وظلت الأميرة رابونزيل في قلوب الجميع كبطلة حقيقية. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكراً لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان. في قرية جميلة هادئة كان يوجد ولد اسمه يحيى، وهو صبي ذكي ومغامر. كان يحيى مهتماً بالتاريخ والحضارات والثقافات القديمة، وكان يحلم برؤية تلك الحضارات بنفسه. وفي يوم من الأيام وجد يحيى آلة غريبة على سطح منزله. كانت تلك الآلة آلة الزمن. بعد الاستكشاف والتجارب العديدة استطاع يحيى فهم كيفية استخدام الآلة. كانت تحتوي على لوحة تحكم معقدة وزر واحد وساعة توقيت. قرر يحيى أن يستخدم الآلة لاستكشاف الحضارات القديمة التي كان يقرأ عنها في الكتب. قام بتحريك عقارب الساعة، وفجأة وجد نفسه في مكان غريب تماماً. هو الآن في مصر القديمة، في عصر الفراعنة. وكانت الأهرامات الضخمة تحيط به من كل جانب، وأبو الهول وورق البردي. استغرق يحيى لحظات في التأقلم مع هذا المنظر الرائع، ثم قرر استكشاف المزيد. تجول يحيى في شوارع مصر القديمة، وشاهد الناس يعملون في الحقول وبناء المعابد. التقى بالفراعنة وتعلم عن الحضارة المصرية القديمة، والتي كان لها دورا هاما، حيث اشتهرت بالتقدم في العديد من مجالات المعرفة الإنسانية، بداية من الفنون إلى علوم التكنولوجيا والدين. والآثار العظيمة الموجودة الآن تعكس عمق وعظمة هذه الثقافة التي أثرت بشكل كبير في الحضارات الآخرين.
زار معابدهم الضخمة ورأى الجدران المزينة بالرسومات الجميلة التي تحكي قصصاً عن الحياة اليومية والمعتقدات الروحية للفراعنة، وتعلم عن الكتابة الهيروغليفية. بعد التمتع بالفراعنة، ضغط يحيى على الزر الصغير على آلة الزمن لينتقل إلى حضارة أخرى. اختار هذه المرة الصين القديمة، حيث كانت الإمبراطورية الصينية تزدهر. وجد نفسه أمام سور الصين العظيم. تجول يحيى في الشوارع ورأى المعابد الجميلة والحدائق المليئة بالزهور. تعلم عن الطب الصيني وعن اندماج الإنسان مع الطبيعة والالتزام بالفضيلة ومبدأ اللطف والإحسان. كما تعلم عن الأساليب الفنية المتقدمة للرسم والنحت. زار الجدران العظيمة وتسلقها ليشاهد مناظر خلابة للأراضي الصينية. لم يكتف يحيى بزيارة الصين فقط، بل قرر استكشاف المزيد من الحضارات القديمة. حان الوقت لزيارة اليونان القديمة، موطن الفلسفة والديمقراطية. وجد نفسه في أثينا، عاصمة اليونان القديمة. تجول يحيى في شوارع أثينا وشاهد المباني الأثرية الرائعة والمعابدهم الضخمة. التقى بحكماء اليونان وتعلم عن أفكارهم الفلسفية العميقة وإسهاماتهم في الفن والعلوم والعمارة. زار الأكروبوليس، وهي قلعة يونانية قديمة للغاية، وتعد من أكثر معالم الحضارة اليونانية، ومن خلالها يمكن مشاهدة مدينة أثينا بأكملها. بعد ذلك كانت الحضارة السومرية في انتظاره. وجد نفسه في العراق القديمة، حيث كانت تزدهر حضارة سومر. استكشف يحيى وشاهد الأبراج الزخرفية والمعابدهم المدهشة. تعلم عن الفلك والكيمياء والهندسة ونظام الكتابة السومرية، واكتشف أنها أقدم نظام للكتابة في التاريخ. كانت رحلة يحيى إلى الزمن القديم مليئة بالمغامرات والمعرفة. تعرف على قيم وثقافات مختلفة، ورأى كيف تؤثر تلك الحضارات في عالمنا الحديث. كانت تلك الرحلة تذكيراً بأهمية التاريخ والحفاظ على تراثنا الثقافي. وبعد أن استكشف يحيى كل تلك الحضارات القديمة، قرر أنه حان الوقت للعودة إلى وقته الحاضر. ضغط على الزر على آلة الزمن وعاد إلى المنزل. كان لديه الآن رؤية واضحة لأهمية الاحتفاظ بالتراث والتعلم من الحضارات القديمة. تأكد يحيى من أن تلك الرحلة لن تكون الأخيرة. قرر أن يستخدم معرفته الجديدة وتجاربه الرائعة للمزيد من الاستكشاف والمغامرات في المستقبل. وبهذا القرار انتهت قصة يحيى، الولد الذي سافر بآلة الزمن وعاش مغامرة جميلة في الزمن القديم. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكراً لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان. في يوم من الأيام في غابة بعيدة، كان لنعجة 7 خراف صغيرة، وكانت النعجة تخاف على صغارها وترعاهم وتوفر لهم الطعام. وكانوا ينشرون البهجة من حولها ويلعبون بمرح. وفي إحدى المرات أرادت النعجة الأم أن تحضر لخرافها الصغيرة طعاماً من الغابة. فأوصت صغارها قائلة: خرافي الصغيرة، سأحضر لكم طعاماً من الغابة، وعليكم أن تحذروا من الذئب الشرير في غيابي. فإن جاء إليكم وطرق الباب، فلا تفتحوا له أبداً حتى لا يأكلكم ويقضي عليكم. وذهبت النعجة الأم إلى الغابة وهي خائفة على صغارها، لكن لم يكن أمامها خيار أبداً سوى أن تذهب لتحضر لهم الطعام. ما إن ذهبت النعجة الأم إلى الغابة وأوشكت الشمس على المغيب، حتى اختبأت الخراف ال7 في البيت وأغلقت الباب. وفجأة وإذ بصوت قوي يطرق الباب عليهم، فسأل أحد الخراف الصغير: من بالباب؟ فقال الطارق: افتحوا يا صغاري، أنا أمكم وقد جئت بطعام لذيذ لكم، افتحوا بسرعة. لكن الخراف الصغيرة لم ترتاح لهذا الصوت أبداً، إذ إن صوت أمهم النعجة لم يكن مفزعاً وأجش مثل هذا الصوت، فخافوا ولم يفتحوا الباب. وقالوا له: إن صوت أمنا جميل وحنون، وأنت الذئب الشرير، لن نفتح لك الباب. فأعاد الطرق مرة أخرى وهو يقول: افتحوا الباب بسرعة قبل أن أكسره عليكم. وفي هذه اللحظة عرفت الخراف ال7 أن هذا هو صوت الذئب الشرير، خصوصاً عندما رآه أحد الخراف من النافذة، إذ كان لونه أسود وله أنياب مرعبة ومخالب مخيفة. فخافت الخراف الصغيرة خوفاً شديداً. عندما تأكد الذئب الشرير أن النعجة الأم ليست في البيت مع أبنائها الصغار، حاول أن يخلع الباب على الخراف، وأخذ يشد بكل عزمه كي يفتح الباب بالقوة. وفي هذه اللحظة أشارت الخراف ال7 على بعضها بضرورة التصدي للذئب الشرير ومنعه من الدخول، فتجمعوا كلهم خلف الباب ودفعوه بكل قوتهم كي يمنعوا الذئب من الدخول. وفجأة جاءت النعجة الأم ورأت الذئب يحاول الدخول على صغارها، فأصابها الخوف الشديد،
وجرت بسرعة كبيرة إلى الصياد الذي يسكن في الجوار وطلبت منه النجدة، فجاء إليهم ورأى الذئب والخراف السبعة يقاومونه، وتمكن من إصابة الذئب الشرير وقتله. بعد موت الذئب الشرير فتحت النعجة الأم على أبنائها الصغار وأزالت الخوف عنهم، وشكرت الصياد على نجدته، وشكرت صغارها السبعة على شجاعتهم في التصدي للذئب، وقالت لهم بكل فخر: الآن يا صغاري الأعزاء ستكون قصتكم على كل لسان، وسيتحدث جميع الناس عن قصة الذئب والخراف السبعة الذين سمعوا كلام أمهم ولم يفتحوا الباب للغريب. ففي قصة الذئب والخراف السبعة عبرة رائعة، وهي أن في الأتحاد قوة وفي الفرقة ضعف. فعندما اجتمعت الخراف السبعة خلف الباب استطاعوا أن يهزموا الذئب ويمنعوه من الدخول على الرغم من قوته وبطشه. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكراً لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان. كانت هناك فتاة صغيرة وجميلة تدعى ليلى. كانت ليلى تعيش في قرية صغيرة تحاط بها الجبال الخضراء والأنهار الصافية. كان لديها شعر أحمر جميل وعينان براقتان تعكسان طموحها وحماسها. كانت ليلى تحب الرياضة كثيراً، خصوصاً الجري والسباحة. منذ صغرها كانت ليلى تشعر بالحيوية والنشاط عندما تمارس الرياضة. كانت تستيقظ في الصباح الباكر وتلبس ملابسها الرياضية وتضع حذاءها الرياضي المفضل، ثم تخرج للجري في الهواء النقي والمنعش. كانت تركض على طول الأنهار وتستمتع بالمناظر الخلابة من حولها. تشعر ليلى بالسعادة والراحة عندما يتحرك جسمها، وتشعر بالقوة والحيوية في كل ركضة. بالإضافة إلى الجري كانت ليلى تحب السباحة أيضاً. كانت تعشق الغوص في المياه الزرقاء والتمتع بالوزن الخفيف لجسدها عندما تعوم في الماء. كانت تتمتع بالشعور بالحرية والانسجام مع الماء وهي تسبح. السباحة كانت تساعدها على تقوية عضلاتها وتنشيط جسمها بشكل كامل. لكن ليلى لم تكن تمارس الرياضة فقط للحصول على جسم قوي وصحي، بل كانت تدرك أيضاً أهمية الرياضة للعقل والصحة العامة. كانت تعلم أن الرياضة تساعدها على تحسين تركيزها وتنشيط عقلها. بفضل الرياضة كانت ليلى تشعر بالطاقة الإيجابية والتفاؤل، وتتخطى الضغوط والتحديات اليومية بسهولة. حلمت ليلى بأن تصبح بطلة في المجال الرياضي، وكانت ترغب في المشاركة في العديد من السباقات والمسابقات، لكنها واجهت صعوبات كبيرة في تحقيق أحلامها، خاصة في بداية رحلتها. واجهت ليلى تحديات مثل الإرهاق والتعب، ولكنها لم تفقد الأمل. عندما كانت تشعر بالإحباط كانت ليلى تفكر في أهمية الرياضة في حياتها. كانت تتذكر أن الرياضة تعلمها الصبر والتحمل والإرادة. كانت تعرف أنها تحتاج إلى التغلب على التحديات لتحقيق أحلامها. وهكذا واصلت ليلى تدريباتها اليومية وتحسنت تدريجياً في أدائها. بعد فترة من العمل الجاد والتدريب المستمر جاء اليوم الذي انتظرته ليلى. كان هناك سباق مهم يجري في المدينة، وكانت ليلى ترغب في المشاركة فيه. قررت أن تتحدى نفسها وتجعل حلمها يتحقق. وصلت ليلى إلى مكان السباق وكانت متحمسة للغاية. كان هناك العديد من المشاركين الآخرين، لكنها لم تشعر بالخوف أو القلق. كانت تعرف أنها قادرة على تحقيق شيء عظيم إذا واصلت العمل بجد واحتفظت بروح المنافسة القوية. وعندما أطلقت البداية انطلقت ليلى بكل قوتها. كانت تركض بسرعة وتتجاوز العراقيل بثقة. كانت تشعر بالقوة والحماس يملأن قلبها. ومع مرور الوقت تفوقت ليلى على العديد من المشاركين، وبقيت تسير بثبات نحو خط النهاية. وأخيراً عبرت ليلى خط النهاية بفخر وفرحة. كانت قد حققت حلمها ونجحت في إظهار مهاراتها وقوتها. كانت تعلم أن العمل الجاد والإصرار يمكنهما أن يحققا أي شيء. منذ ذلك الحين استمرت ليلى في ممارسة الرياضة والمشاركة في السباقات. حققت المزيد من الانتصارات وأصبحت قدوة للأطفال الآخرين الذين يحلمون بتحقيق شيء ما. عرفت ليلى أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي أسلوب حياة يعزز الصحة والقوة والثقة بالنفس. وبهذه الطريقة عاشت ليلى حياة مليئة بالحب للرياضة والتحديات، وأصبحت قصتها قصة ملهمة لكل الأطفال الذين يحلمون بتحقيق أحلامهم في المجال الرياضي. فالرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي طريقة للتعبير عن الذات والتغلب على الصعاب وتحقيق النجاح. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكراً لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك. كان يا مكان. في سالف العصر والآوان
منذ زمن بعيد كان هناك صياد فقير يعيش على شاطئ البحيرة في كوخ قديم، يصطاد السمك من البحيرة بقارب قديم. وفي أحد الأيام اصطاد سمكة ذهبية جميلة على رأسها تاج جميل. السمكة الذهبية قالت للصياد: إذا تركتني أعود للبحر سوف أنفذ لك كل طلباتك. الصياد لم يطلب شيئا من السمكة الذهبية وأعادها إلى البحر، فقالت له: إذا أردت شيئا فنادي بالسمكة الذهبية وسوف أظهر لك وأحقق لك كل ما تطلبه. عندما عاد الصياد الفقير إلى منزله وحكى لزوجته ما حدث، فغضبت بشدة. كانت زوجة الصياد امرأة طماعة جدا، فطلبت منه أن يذهب للسمكة ويطلب منها قارب جديد ومنزل جديد بدلا من هذا القديم. ذهب الصياد إلى شاطئ البحيرة ونادى علي السمكة الذهبية، حضرت له في الحال، فطلب منها قارب خشبي ليصطاد به ومنزل جميل ليعيش فيه. وفي الحال حققت السمكة للصياد طلبه. عندما عاد الصياد إلى منزله الجديد قالت له زوجته الطماعة: إذا كانت السمكة الذهبية تنفذ كل طلباتك، لماذا لا تستغلها؟ وطلبت من الصياد أن يذهب إلى شاطئ البحيرة ويطلب من السمكة أن تحول زوجته إلى أميرة. ذهب الصياد للبحر ونادى على السمكة الذهبية، وكانت تسبح. عندما سألته: ماذا تريد أيها الرجل؟ انحنى الصياد إلى السمكة وقال لها: أرجوك ساعديني، زوجتي لا ترحمني وتصرخ لأنها لا تريد أن تكون فقيرة وتريد أن تكون أميرة جميلة. فردت السمكة الذهبية على الفور قائلة: أذهب، سأفعل ما تريد. وعندما عاد الصياد إلى زوجته الفقيرة رأى قصر كبير ضخم، وكانت توجد امرأة جميلة واقفة في الشرفة، وكانت ترتدي ملابس رائعة، وحول عنقها اللؤلؤ الثقيل وخواتم الذهب في أصابعها، وكان في قدميها حذاء أحمر جميل. فقال الرجل لزوجته: يوم جيد أيتها الأميرة الرائعة، أتمنى أن يكون لديك كل ما تريدين الآن. فنظرت إليه الزوجة الطماعة وأمرته أن يذهب للسمكة الذهبية لأنها تريد أن تصبح ملكة البحار أيضا. طلب الصياد من السمكة أن تجعل زوجته ملكة البر والبحر. وعندما سمعت السمكة الذهبية هذا الطلب غضبت جدا من الصياد، وقالت له: كيف تكون زوجتك الطماعة ملكة البحر؟ أنا ملكة البحار ولن أحقق لك أي طلبات أخرى. واختفت السمكة الذهبية في البحر غاضبة. وعندما عاد الصياد إلى منزله وجد القصر قد اختفى، وكذلك القارب الخشبي الجديد اختفى. وعادت زوجته الطماعة كما كانت فقيرة تجلس أمام الكوخ القديم، فقال لها زوجها: هذا جزائك لأنك امرأة طماعة، وأنا أيضا لم أقدر قيمة الشيء الثمين الذي كان بيدي. نتعلم من هذه القصة إن الطمع قد يجعلك تخسر كل ما حصلت عليه، لذلك فإن القناعة كنز لا يفنى، وأن ترضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. نتقابل في قصة جديدة ومغامرة سعيدة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على اللايك.